قبل ما نبتدي قصتنا كالعادة هنصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بتقولي انا اتخطبت لمدة 3 شهور واتجوزت جواز عادي، وكانت كل حاجة كويسة وماشية كويسة بعد الجواز. بس بقى لما رحنا عند ناس قرايبه وناس قرايبه جم عندنا، الموضوع ابتدى يبقى فيه مشاكل. لا قدر الله. قولي. قالت لي قعدوا يكرهوه فيا ويقولوا لي ايه ده، دي مش حلوه، دي مناخيرها كبيره قوي وفيها عيوب ومش عارفه ايه. المهم بعدها لقيت جوزي كل فتره يقول لي ايه ده، هو انا اتدبست ولا ايه، ده انا اتغفلت، ده انا مش عارفه ايه، انتوا كنتوا عاملين لي عمل ولا ايه، ولا ابوكي ضحك عليا، ده انتي كنتي محتاجه عمره، والكلام ده كله. والكلام ده بجد بيضايقني جدا وبفضل اعيط وما بعرفش ارد عليه. وانا فعلا علشان عارفة ان فيا عيوب وشكلي مش حلو بسكت. بس ما هو شافني قبل الخطوبة، ما هو شافني ايام الخطوبة، كمل معايا ليه لو انا ما كنتش عاجباه؟ ما بقيتش عارفة اعمل ايه ولا حتى ارد عليه اقول له ايه، مع العلم ان هو بيعاملني كويس جدا، بس الكلام ده بيكون بيني وبينه ومش قدام حد. وانا بجد تعبت وبعمل نفسي بضحك قدامه لما بيقولي الكلام ده، بس انا نفسيا ببقى متدمره ومش عارفه اعمل ايه. تعملي كل خير، هتعملي كل خير. اولا هو كويس، هو مفيهوش حاجه، تمام. هما بس اهله اللي انت مناخيرها كبيره، مناخير انت انتوا مالكم، الراجل عايش مع مراته زي الفل. انتي هتعملي ايه؟ هنحط ميك اب، هنحلي نفسنا. ربنا خلقنا كلنا حلوين، مفيش حد فينا وحش، ربنا خلقنا في احسن تقويم. كلنا حلوين. واهم حاجة حلاوة الروح. الجمال ده بيروح اصلا، الشكل ده بيروح، اللي بيفضل هو جمال الروح وحلاوة الروح اللي جوانا، هي دي اللي بتفضل. فانت هتعمليه على احسن وجه، وهتصلي وتقربي لربنا وتدعي ربنا ان هو يهديه ويصلح له حاله ويبعد عنه الزن والنحل اللي جنبه ده، اللي هم اهله يعني وقرايبه، ويهديهم هم كمان وملهمش دعوة بيكي. وردي عليهم، ردي، خليكي قوية كده وردي عليهم. لما حد يقول دي مناخيرها كبيرة، قول لهم طب وايه يعني، هو انا يعني كنت مشتريها مثلا؟ ربنا هو اللي خلقني بيها، وربنا هيبعت لهم ناس تتريق عليهم كده برضو ويسمعوا طريقتهم بودانهم برضو. ما تفتكريش ان ربنا بيسيب اي حاجة، لا، ربنا بيبعت لكل، بصي، كل حاجة بتحصل كما تدين تدان بالظبط. فانت ما تزعليش نفسك ولا تتضايقي، وهو ممكن يكون بيهزر معاكي وممكن ما يكونش في دماغه الموضوع ده ولا حاجة، بس انت اللي خدتي الموضوع مثلا في دماغك بعد ما سمعتيهم هما اللي بيقولوا. انت اعملي نفسك مش سامعة، وانت حاولي تبرزي جمالك وتحطي ميك اب، تحطي مش عارف ايه الكلام ده كله، وان شاء الله ربنا يصلح لك الحال ويصلح لنا الحال جميعا. واستودعكم الله. وما تنسوش التفاعل بقى يا بنات، ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنتات الجميلة بتاعتكم. باي باي.